كولي بتشتم بسببك. خير، افتح ابو اسكندر عم تايسون. خلينا نخش. عم تايسون اتفضل. انت واقف ليه؟ اقعد. يا عم تايسون. يا ابو اسكندر. بص يا لوشا، انا عارف ان جوده تعبك، وعشان خاطري تقف مع عم تايسون وبنته لله. يا لوشا، جودة بعد الانفصال عن بنتي عايز ياخد العفش. يا ابو اسكندر، وده برميل ماشي على الارض، دماغه ما بيفهمش، هخسره والله. وعلى العموم يا عم تايسون انا هكلمه لك دلوقتي. ايه يا جودة؟ بص انا مع اني زعلان منك من المره اللي فاتت، بس انت اخويا. جودة انا عارف ان الموضوع ده موضوع نسب. العم تايسون عندي هنا وابو اسكندر عايزني اخش في الموضوع امين، مش عايزني يقول لي دلوقتي. بس هتيجي فرداني، ومش عايز دماغك التعبانه دي، عايزين نحل. ها؟ وانا مستنيك. يلا. واحد بيقول يا لوشا. ايه رايك في الدخله؟ بديناها اهو عشان بس تعرفوا. انا معاك اهو يا اخونا لوشا. بص يا سفاح، انت عارف انت اخويا بره اي كلام. خلي بالك يا اسطى، لو اتصلت بيك قلت لك تعالى فرداني مع احترامي لاخويا، عشان ده موضوع ايه؟ في نسب وفي بنت ناس. انت برضو بتحطني في قصص على بوره، برضو مصمم. بس عادي. امشيه يعني يا لوشا؟ لا ما تمشيهوش، انت هتحطني في غلط. خلاص. بص يا جوده، دلوقتي انت كنت متجوز واحده بنت ناس، خرجتوا بالمعروف، طلقتها، ما حصلش بينكم نصيب، تاخد حاجتها يا اسطى. طالما انت اللي مخلص، انت اللي عايز تطلق. عارف حتى هي لو هي اللي سايباك تاخد حاجتها، ده حق ربنا. وانت قلت لي اقعد في القعده، هتقعد ترغي وتقعد تقول لي مش عارف ايه، براحتك. ها يا ابو اسكندر، ايه اللي يرضيك انت وعم تايسون؟ اللي يرضي عم حسني وبنته يرضيني. وانا اللي يرضيني اخد حاجة بنتي وكل واحد يروح لحاله. ها ايه رايك في الكلام ده يا جوده؟ بص يا عم لوشا، انا هديهم الحاجه، بس بعد كده انت مالكش فيه. هات واحده يا جوده. هو ايه اللي ماليش فيه؟ انت دخلت دخله وعدتها بهزار، وجاي وقت قاعد في وسط الناس الغريبه قاعد بتاكل. هفهمك غلط، هتشوفني هشوفك، مش هتشوفني وربي اللي خلق الكون ما هعتمدك. انت شايف كده؟ ماشي. انا هاخد الحاجه من الشقه، والناس دي تخصني. ابو اسكندر، خسرت يا عم تايسون. معلش يا لوشا. ينفع كده يا لوشا؟ جودة عايز يقفش فيها ولا في السن ده؟ في ايه يا تايسون الدخله دي؟ عمل ايه قرد؟ ينفع جودة قفش فيا وبيجري ورايا وبيقول لي هزعلك وانا في السن ده يا لوشا؟ انا هضرب نفسي ضربه من جوده ده، تعبت خلاص. هو فين؟ ربنا يعورك، انا عارف ان هو هيجي لك يا لوشا. مش هحلك يا تايسون. تعور مين يا جوده؟ انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ ايه الكلام ده؟ يا لوشا دي قصص بيني وبينه يا لوشا، وانا عاوزه. طب اسمع، الراجل عندي، كرامته من كرامته، يبقى محسوب عليا. الكلام معاك خلص. فيها يا لوشا، بتلاقينا كده ليه؟ احنا زمايلك. هو فيها يا لوشا؟ هو كده. ايه يا جدعان؟ صوتكم جاب لاخر الشارع. وحدوا الله، انتوا اخوات وزمايل. فيها لوشا؟ تعالى شوف لوشا يا ابو اسكندر، انا منه بفضل الغريب عليا.
عشان انت مش على الثابت. قدر خصمك لو عند زميلك. انا كده الكلام خلص معايا يا ابو اسكندر. التعامل هيبقى بالاصول يا لوشا. لا مش يا لوشا. انا فاضي بره يا باشا. طب بص يا ابو اسكندر، قدام اخواتي اهو، عشان ايه؟ من باب وتلت كده. الراجل ده كان عندي، هيروح لغايه البيت. امين؟ دي الاصول صح؟ صح. صباح الفل عليكم. امين يا لوشا. مين يا لوشا؟ ايه يا مكر؟ عامل ايه يا اسطى؟ بقول لك ايه يا مكر؟ جهز نفسك عشان بستر ربنا الكلام اللي جاي على ابداع وثقه. اقفل يا اسطى، اقفل يا اسطى لحظه، اقفل يا اسطى. في ايه يا حاج؟ في ايه يا حاج بوده؟ 5 سندوتشات في سندوتش واحد. نفسك يا اسطى، يا اسطى نفسك عشان تعرف تتنفس. اعمل ايه يا لوشا؟ بحب الاكل يا لوشا. لوشا سعيد وكشوف بتخانقوا في ارض الفاضيه. تعالى يا عم تعالى. لا مش تبقى حلو. بعدين ايش فاهمك انت بتتدخل ليه؟ انت على طول كده يا سعيد مضطهدني ومش طايق لي كلمه. يا عم عشان انت بتنط في كل حاجه يا عم، انت مش جاي معايا يا عم، انا ما بحبكش. في ايه؟ في ايه؟ يا لوشا على طول سعيد جاي عليا وبيعاملني وحش من غير اي سبب. بقول لك ايه يا بشوي، دي وجاي لك. خد يا حاج سعيد، تعال. اوعى يكون اللي داير في دماغي صح. اه صح، مش بيجي معايا، ما بعرفش اتعامل معاه، اعمل ايه؟ مش فاهم. طب بص يا سعيد، هكلمك بطريقتين، المثقف والشارع. المثقف لكم دينكم ولي دين، وايه؟ حب ومعروف وامان. الشارع انت كده عذبتها، انت وبشوي كارت واحد. احنا في مصر، احنا في مصر، وكده تخلينا اخاف منك. خلاص يا باشا، خلاص مفيش حاجه، انا وعلي اخواتي مفيش اي حاجه. امين. كل يا بود، كل. بتعمل ايه؟ اللي جابك يا سعيد؟ داخل مع اخوك كبير احل معاه لوش. طب ورب العباد يا سعيد، الدم يجري في عروقك، دماغك تشتغل انك تيجي مع العيال في خيانه، ورب الكعبه لحاسبك. على الدغري يا لوش، انا كنت جاي مع الناس دي في خيانه. التوك توك جه ما جاش، الناس دي ما كنتش هحل معاها. بس الاكل عين تكرم الف عين. انا هخش مع اخوك كبير مش هفتح. يا عم ماشي، وانت ما تقعدش تحرك لي ايدك كده كل شويه، بلاش النهارده زفت لوشه. ما انا بحبك يا عم لوشا. يا عم ولا كمان معاك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتاخرت عليا يعني. انا جيت لك زي ما وعدتك اشوف طلباتك ايه. طلباتي هيجيب المكنه شيل تحت رجل الواد زي ما رفعوا الواد الصغير. لو كان حد كبير ما كنتش كلمتك ولا قلت لك يشيلوها ولا يعملوها، لكن انا ورب العباد نجيب حق كسرة نفس الواد. جاي الكلام ده؟ قلت عشان اخويا بلاش شلت المكنه دي. ما يشيلوش المكنه، وانت عشان اخويا هاخد وانت معاك في الكلام. لو ابنك ده عليك، ولو ما حلوش هيتحبسوا. خلاص يا لوشا، انا هخلص لك الموضوع ده. امين يا ريس. بصوا بقى يا رجاله، انا لسه جاي من عند لوشا وسايب البلد ولع نار وراسه الف سيف. زي ما رفعت التوك توك من الواد، التوك توك يرجع مرفوع. يعني ايه الكلام ده يعني يا ابو اسكندر؟ هنشيله له يعني؟ ما هو يا اما كده يا اما تتحبسوا.
حل يا سفاح. نحل يا جوده، سألنا على الواد طلع مظبوط يا جوده. نزل يا عم، ادينا شلناه. برضه يا لوشا؟ مرضي يا جدعان. مرضي يا عم. مرضى يا عم ملوش، ربنا يستر عليك الدنيا واحد. مش عارف اقول لك ازاي.